من أعظم من من الله عليه بهذا الأمر الشيخ الشعراوي رحمه الله تعالى. وبعض الناس يأخذ على الشعراوي ملاحظات لا يوجد أحد ما عليه ملاحظات، وإن أصاب في أشياء أخطأ في أشياء، كل الناس عندهم إصابات وأخطاء. ونحن لا نتكلم في عقيدة إنسان ميت أو في عقيدة إنسان موجود وغائب، أنا أتكلم عن علم. الرجل إذا فسر القرآن يفسره بأشياء عجيب. وأنا أذكر لكم موقف حصل لي السنة هذه في الحج. كنت في خيمة فيها بعض العلماء الفضلاء، فسألني أحدهم عن المفسرين، قال: أنت تفسر القرآن في مسجدك وفي الحج وفي كل مكان، من رأيت من المفسرين؟ قلت: هذا دين، أنا لا أجامل واحدا ولا أخشى أحد. قلت: ممن من الله عليهم بتفسير القرآن الشعراوي. الرجل إذا تكلم شيء عجيب كأنهم تغيرت، يعني ما هم راضي. فسألته سؤال، قلت له: يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. ما تفسير هذا الكلام؟ قال: إلا الصوم يعني عبادة ما فيها رياء وإخلاص. قلت: ما في عبادة يدخلها الرياء زي الصوم، لأن الإنسان إذا صام كل الناس تعرف أنه صام. أنت الآن تجلس في العمل، يجيبوا الشاي يمرون عليهم، أنت ما تشرب، يقرأ واحد التاريخ يوم 13 وأنت ملتزم، كل الناس تعرف أنك صام. زوجتك وأولادك تجهز لك العمل، لابد أن يعرفوا أنك صائم. تدعى إلى وليمة تجبر عليها، ما استطعت تعرف أنك صائم. فسكت. فقلت له عمدا: أقول لك ما قال الشعراوي فيها؟ قال: إيش قال؟ قلت: قال الشعراوي أن الله خص الصوم لأنه عبادة لم يعبد غير الله بها. ومعنى هذا أن الصلاة مثلا قائمة على السجود والركوع، وكم من عبد من ملوك وطواغيت عبر التاريخ سجد لهم وركع تعظيما من غير الله، صح ولا صح؟ صح. والزكاة أخذ مال، وكم من ملوك وسلاطين يشبى لهم المال يسمونها الأتاوة، صح ولا صح؟ والحج قائم على الطواف، والله يقول: وليطوفوا بالبيت العتيق. وكم من قبور وأضرحة وملوك يحملون ويطاف حولهم، صح ولا صح؟ لا صح. قلت: هل في التاريخ كله الشعراوي يقول مالك صام أحد لأحد؟ يستحيل، لأنه لو صام أحد لأحد من الذي يتعب؟ يتعب المصام له، لأنه لابد أن يراقبك، يمشي وراك، خاف أنك تأكل ولا تشرب. ومن الفاضي هذا الملك اللي بيمشي وراء واحد من الصباح للمغرب، ما فيه. فلم يصم إلا لله. وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي. من أدبه، طبعا رجل فاضل، أخرج ورقة وكتبها وقال: هذه والله فريدة من فرائد العلم.